سؤال وجواب نتفقه والعلم يقين. المسلم هذا مذهبه كي ينجو في يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حلقة بتخص أغلب الناس اللي ساكنين في أوروبا وأمريكا واللي خارج أوطاننا. بنبلش الموضوع مباشرة من الأهم إلى المهم وهكذا. نبدأ بأكثر فتوى منتشرة بين المهاجرين في أوروبا، وهي فتوى شراء المنازل في أوروبا عن طريق البنوك، يعني عن طريق بنك ربوي. في بعض المشايخ أفتوها لهم في ضوء الأدلة والقواعد والاعتبارات الشرعية، لا يرى بأسا من اللجوء إلى هذه الوسيلة، وهي القرض الربوي لشراء بيت يحتاج إليه المسلم لسكناه هو وأسرته، بشرط ألا يكون لديه بيت آخر يغنيه، وأن يكون هو مسكنه الأساسي، وألا يكون عنده من فائض المال ما يمكنه من شرائه بغير هذه الوسيلة. والمرتكز الأساس للمجلس في فتواه هو البناء على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وهي قاعدة متفق عليها مأخوذة من نصوص القرآن في 5 مواضع. طيب، بداية يوم القيامة ستحاسب فردا، والحجية اللي ربع عليها بعضنا نحن انه اذا وقعت على الارض الحق على الارض واذا خبطت في الباب الحق على الباب، يوم القيامة هي الحجة ما رح تنفع معك لما بتقول الحق المشايخ اللي افتوله، لانه انت مسؤول عن نفسك. فالذي يفتيك انه شراء البيوت عن طريق البنك حلال هو إما شيخ لم تقدم له صورة واضحة عن الموضوع في أوروبا، أو أنه شيخ ما لازم يكون شيخ بالاسم، يعني شيخ علماني. يعني بعض المشايخ هدول بيستندوا على موضوع الاضطرار، أنه الواحد مضطر يشتري بيت. طيب، لازم نأصل لقاعدة مهمة، وهي إذا وجد الاختيار بطل الاضطرار. كيف يعني؟ طالما في أجارات يبقى أنت ما مضطر تشتري بيت. والله ما عم شوف أجارات، لا في أجارات، لكن ما في أجارات مناسبة للرنج أو مناسبة للقيمة اللي أنت بدك إياها. يعني أنت حاطط في بالك بيت 500-600 يورو بالشهر، هون ما عم تشوفه، فأنت بتقول أنا ما عم شوف بيوت للأجارات. لا، في بيوت أجارات ممكن غالية، لكن أفضل ما أنك تشتري بيت. بعض الناس بيحاولوا يقنعوك لا، المصاري اللي بدك تدفع على بيت غالي ادفع على بيت ملك وآخر شيء بتملكه، ما مثل ما بتدفع مثلا نفرض 1000 يورو بالشهر لتستأجر بيت، وبعدين آخر شيء بعد 10 سنين ولا بعد 6 سنين البيت بيضل ما إله. يعني هل يجوز أن نتعامل بالربا لشراء بيت بدل الأجار؟ هذه حاجة وليست ضرورة، والأصل أنه يستأجر. أولا لا ينوي أن يستقر هناك المسلم، أنا أقول يستأجر إلى أن يتوفى الله تبارك وتعالى، ولا يشتري عن طريق الربا. قد يخرج شخص ويقول لي طيب أنا ما معي القدرة استأجر بيت بقيمة 1000 يورو. عندك بقول لك إنه في السكن الجماعي ممكن كمان هذا الشيء، ممكن تستأجر بالفرق إذا كنت عزابي وإذا كنت متزوج. فشغل زوجتك أفضل ما أنك تأخذ قرض، مع إنه لا أحبس شغل المرأة، لكن عم بحكي في حالة الاضطرار عم تحكي فيها أنك أنت ما عم تشوف بيت للأجار بقيمة المبلغ اللي أنت فيه. في عندك حل تاني، وهو زيادة مدخول البيت، أنك تشتغل شغل تاني، أو أنك زوجتك تشاركك بالموضوع بناء على الاضطرار اللي عم تحكي فيه أنت. طالما في خيار الأجار، فما فينك تترك الأجار. طالما الأجار بس تطلع الحكومة أنه ممنوع المهاجرين يستأجروا، هون بيضل عندك خيار واحد وهو الشراء. هون بقى قضية أخرى مختلفة كاملة، ممكن تتباحث بالموضوع من ناحية. أما بالوضع الحالي طالما في اختيار يبقى بطل الاضطرار. لكن بعض الناس للأسف بتروح على الحرام وبتحاول تحط حجية الاضطرار ما أنت اللي بتحطه، وإنما أهل العلم بقرروا هذا اضطرار ولا ما اضطرار بعد ما تعرض الحالة بشكل مفصل وواضح. النقطة الثانية، موضوع المساعدات الاجتماعية. المساعدات الاجتماعية أو يسموها الأوت كيري أو بألمانيا الجوب سنتر أو أيا كان اسمها، هل هي حرام على الشخص؟ في ناس بتقولك إيه أنت قاعد هون عم تاخد أوت كيري، عم تاخذ من ضرائب الدعارة، عم تاخذ من ضرائب الخمور. طيب دقيقة، راح نقص الموضوع من ناحية شرعية ومن ناحية منطقية. من ناحية شرعية المال الحرام نوعين، حرام لذاته وحرام لكسبه. حرام لذاته هو مال النهب، مال السرقة، إذا حدا جاء أعطاك إياه فهون حرام تاخذ. حرام لكسبه هو حرام على صاحبه، ما حرام عليه. كيف يعني؟ لنفرض مغنية عملت حفلة، أعطوها المال على هاي الحفل، المال اللي أخذته حرام عليها، حرام تصرفه هي على ذاتها. لكن على فرض هي مشينا بالطريق وأعطته لفقير، الفقير هاد ما حرام عليه المال، مع أن الإسلام ما بيشجع على طلب المال التسول، لكن على فرض أنه هاي المرأة أعطت المال لهذا الشخص فهو ما حرام عليه، هو كسبه بطريقة
صحيح غير محبذة بالإسلام، لكن اكتسب بطريقة مشروعة، يعني ما سرق ما نهب، وإنما سأل الناس أعطوه. فهون المال اللي أخذوا من المغنية مال حلال له لكن حرام على المغنية. وكذلك المال اللي عم تاخده الدولة أي كان مصدره، لأنه إذا فتحنا الباب اللي عم تحكي فيه أنت مصدر الأموال إذا كان حرام بيحرموا عليه، يعني مثلا كان ربا أو خمور أو دعارة بيحرموا عليه، هذا ممكن نفتح الباب على أي شغل ممكن تشتغله حلال بهولندا. ممكن أنت عم تشتغل مثلا في مكان صيانة، لكن صاحب الصيانة عم يلعب قمار، أو عن طريق الربا، أو عن طريق الدعارة، عنده شغل تاني عن طريق الدعارة بيعطيك مرتبك من الشغل اللي عم يشتغله الزيادة. فهون مالك ما فينا نقول عنه حرام، لأنه أنت اكتسبت مالك بطريقة شرعية، وهو الشغل بما يرضي الله، شغل بطريقة شرعية وهي الصيانة مثلا أو أي شغل تاني. فهون الناس للأسف ما فهمانة موضوع المال الحرام على أنه على النوعين، وإنما خلاص أنت عم تاخذ مال من الدولة يبقى المال حرام. وهذا موضوع لما بتقول حرام يبقى بدك تنظر للناحية الشرعية، ما فينك تحرم شيء وهو حلال. النقطة الثانية من الناحية المنطقية، لما بتقول أنه مال الدولة من الدعارة والخمور، وأنت صورت دولة أنه ما عندهم صناعات ولا عندهم زراعات ولا عندهم أي شيء مصلحة أخرى غير الخمور والدعارة، وهذا عم تذل حالك بالنهاية أنك أنت يا شغلك بالدعارة يا شغلك بالخمور. راح تقول لا أنا بشتغل في شغل تاني. ما أنت تصورك لما بتصور الناس أنه بالخمور والدعارة عم تاخذ بس الضرائب وتعطيها للمهاجرين، فهون أنت عم تصور تصور خاطئ للناس. لهيك لا تحاول برر لكلامك، لأنه بالنهاية راح ينصب ضدك الناحية شرعية أو الناحية ما. النقطة الثالثة موضوع اللحم الحلال، موضوع اللحم الحرام. في مطعم مثل هذا يا حبيبي قبل ما تسألني اللحم ذبح حلال ولا مش حلال، عطيت لخواتك ميراثهم من أبوهم. جارك اللي دخلت بأرضه 3 متر لجوا رجعت له 3 متر. جارك اللي على شمالك اللي تذبحت انت وياه على صفة سيارة صالحت معه. مصاريك اللي أخذتهم من هون ومن هون ومن هون وبنيت فيها العمارة، من وين؟ حلال ولا مش حلال؟ بعدين مين ذبحه حلال؟ لما الناس عم تسألوه هذا اللحم حرام، فبيجي بيقول لك هذا عم يسرق، عم يسأل عن اللحم الحلال، هذا ما بعرف شو عم يعمل وعم يسأل عن اللحم إذا حلال. طيب لازم تفكر بعقلية المسلم وليس بعقلية الشيطان. والشيطان هو اللي بيقول لك إذا عملت حرام يبقى لازم تعمل حرام، طالما فتحت باب حرام واحد يبقى افتح باب الحرام موارد. هي عقلية الشيطان. أما عقلية المسلم بيقول لك حتى لو عملت غلط معين بناحية معينة التزم بالأمور الثانية الحلال. فلنفرض شخص سرق ما يعني أنه يبطل يصلي، شخص زنى ما يعني أنه يروح يسرق كمان. الإسلام إصلاحي، غلطت من ناحية ما يعني تخرب بكل النواحي. فعقلية الشيطان للأسف ترسخت عند البعض نتيجة أنه شافوا بعض التصرفات الخاطئة للمسلمين، فاستغل الشيطان هاي المواقف وقعد يضحك عليهم عشان انه والله يصور لهم إيه انت بتسرق يبقى حلال تاكل لحم ما نو حلال. هيك فتوى لوحدهم انه ما تسأل عن اللحم اذا حلال ولا لا وحلال تاكله. اضافة اللحم بعض المشايخ افتوا انه اللحم باوروبا حلال لانه اهل كتاب، وهذا نتيجة تصور خاطئ او تصوير خاطئ لهؤلاء المشايخ، لانه بعض الناس صوروا انه في اوروبا هم اهل كتاب الان، وهذا كلام خاطئ، وانما هو حكم علماني إلحادي. نسبة الإلحاد بازدياد، والناس اللي بيدعوا إنه هن نصارى ما لهم علاقة بالنصرانية وما بيمارسوا طقوسهم ولا شعارهم ولا حتى بأخلاقيات النصارى. فعمليا ما فينا تقول هن بقى أهل كتاب، خرجوا من موضوع أهل الكتاب إلى الإلحاد وكنائسهم تشهد بهذا الشيء. فعمليا ما بصير تكذب على الشيخ خارج أوروبا أو اللي داخل بأوروبا أو تصور الموضوع أنه هن نصارى، لا هن ملحدين أو مرتدين. فأنت لازم تدور على مصادر لحم حلال إن كان من محلات المغاربة أو محلات الأتراك أو محلات السوريين، ويبقى الموضوع معلق عند هؤلاء. إذا قالوا لك اللحم حلال فهو مسؤوليتهم، إذا كذبوا فهو مسؤوليتهم، لكن مع ذلك لازم تتحرى الحلال. حتى لو قالوا لك حلال لازم تتحرى عن الحلال، لأنه هذا واجبك ومسؤوليتك. ما أنه قال لك حلال يلا أحمله أمشي وواضح أنه هو ما حلال. بعض اللحوم المستوردة، فهي اللي حابب أقوله أنه أنت مسؤول عن نفسك في الغربة، بالنهاية سنحاسب فرادى. النقطة الرابعة والأخيرة اللي حابب أختم فيها، وبعض الناس بيقولوا أنه أنت قعدتك في أوروبا حرام. الحديث اللي بيحكي النبي صلى الله عليه وسلم فيه بما معناه بريء ممن يجلس بين أظهر الكافرين. طيب تقول له طيب ممكن تكمل الحديث أيا كان حتى لو ما حافظه بالمعنى، يعني ما بيقدر يكمله، لأن تكملة الحديث بتوضح أنه البراءة اللي عم يحكي فيها معنى خروج من الملة. تكملة الحديث بتقول إلا براءنا رحمة. معنى هالكلمة أنه إذا حصل
حرب بين الكفر والمسلمين، قادة المسلمين أرسلوا سرايا وأرسلوا جيوش لقتال الكفار، وأنت كنت بين أظهر الكفار وأصابك ما أصابه، إن كان قرر الحاكم المسلم مثلا محاصرته فصار عندك قحط أو جوع، فهو النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا الشيء، يعني ما له علاقة بالشيء أنت اللي حطيت نفسك فيه، أو إذا أصبت وقتلت فأنت اللي جلست بيناتهم وأصابك ما أصابهم. هذا معنى الحديث. إضافة الإقامة في دار الكفر على أنواع، ممكن تكون إقامة علاجية، ممكن تكون إقامة دراسية، ممكن تكون إقامة مبنية الدعوة، ممكن تكون إقامة سياحية، ممكن تكون إقامة للأسف بعض الناس بيروحوها للدعارة، سياحة بسموها سياحة الحشيش أو سياحة الدعارة، وهذا موجود عندهم. أما إذا كان هناك يعمل بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وكذا، فقد أذن أهل العلم في هذا، أنه إذا كان يدعو إلى الله تبارك وتعالى، أو إذا كان في تجارة، أو كان في دراسة، أو كان في علاج، فإنه يجوز له ذلك. هذا هجرة المدينة، هذا لا هجرة بعد الفتح، خاص بالمدينة. نعم. فنوع الإقامات مختلف، فما فينك تقول كل الإقامات حكمها واحد. اللي رايح يدرس ويرجع على بلده ويفيد المسلمين ما مثل اللي رايح يشرب حشيش، واللي رايح يدعو لله ويوضح للناس ما مثل اللي رايح يرتكب الموبقات. ما فينك تربط إقامة هاد بإقامة هاد. صح كلهم أخذين نفس البطاقة، بطاقة الإقامة التسمية الحكومية العلمانية الوضعية نفسها، لكن من الناحية الشرعية تختلف. وإلى هنا بنكون وضحنا أكثر 4 أمور منتشرة بين المهاجرين في أوروبا برددوها من دون علم ومن دون فهم، لأنه شافوا مقطع فيديو هون أو شافوا مقطع فيديو هناك بيتكلم أي شخص من دون ما يوضح، من دون أي ما يشرح، أخذ من منشور، أخذ من تعليق، بيقعد بردد من دون فهم، بيضر الناس أو بيصور تصوير خاطئ لبعض الناس، أو خلي الناس توقع بالحرام وهي موقعانة بالحرام. فهيك بنكون وضحنا هاي المواضيع. وإلى هنا تنتهي الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين سؤال وجواب نتفقه والعلم يقين، المسلم هذا مذهبه كي ينجو في يوم الدين.